شاب من شبابنا وبطل من أبطالنا امتلأ قلبه حب لله وتعظيم لله وخشية من الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام دخل لمول من المولات وسوق من الأسواق، دخل لغرض، دخل لهدف، دخل لغاية. ما دخل من أجل أن يؤذي المسلمين في أعراضهم، ما دخل من أجل أن يتعرض لبنات المسلمين. دخل هذا الشاب إلى ذلك المول وإلى ذلك السوق، فلما دخل رأى الشباب والبنات تجمعوا من كل مكان في هذا المول، تجمعوا من أجل أن يعصوا الله، تجمعوا من أجل أن يحاربوا الله، تجمعوا من أجل أن يبارزوا الله عز وجل بالذنوب والمعاصي. قد تزين الشباب للفتيات وقد تزينوا الفتيات للشباب، وكل ذلك بنعم الله عز وجل، وكل ذلك بما أعطاهم الله عز وجل من نعم لا تعد ولا تحصى. حينما رأى هذا الشاب، حينما رأى هذا البطل ذلك المنظر المخزي، حينما رأى هؤلاء الشباب وهؤلاء البنات وهم يبارزون رب الأرض والسماوات، تذكر بأن الله عز وجل يراه، تذكر بأن الله عز وجل مطلع على حاله، تذكر بأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأنزل رأسه وبدأ ينظر في الأرض مخافة من الله، تعظيما لربه ومولاه، وهو في ذلك المول وقد أنزل رأسه وينظر في تلك الأرض ولا يطالع إلى الكاسيات العاريات، إلى المائلات المميلات، وإنما أنزل رأسه مخافة لرب الأرض والسماوات. بدأ ذلك الشاب وهو في ذلك الموطن وعلى تلك الحال بدأ يكرر قول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. بدأ يكررها وقد استقر في قلبه بأن الله عز وجل يراه، وبأن الله عز وجل مطلع على حاله ويعرف مكانه ويعرف ما في قلبه، وما هي إلا لحظات إلا وتفيض عينيه بالدمع وتسكب تلك العبرات وتلك الدمعات على أرض ذلك المول وعلى أرضية ذلك السوق تعظيما لله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يكون هذا الشاب ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، ثلاثة لا ترى أعينهم النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل معي هذا الحديث العظيم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. فمتى نغض الأبصار؟ متى نغض الأبصار من أجل العزيز الغفار؟ متى نمسك هذه الأعين عن النظر الحرام وعن التعرض إلى أعراض المسلمين والنظر في نساء المسلمين وبنات المسلمين؟ أقسم بالله الذي لا إله إلا هو ما من نظرة تطلقها وما من لحظة تجعل فيها هذه العين في غير رضا الله عز وجل إلا وسيسألك الله عز وجل عنها. فاتقوا الله في أبصاركم، واتقوا الله عز وجل في هذه الأعين وفي هذه الأمانات التي قد أودعها الله عز وجل في أجسادكم وجعلها لكم. اجعلوها تبكي من خشية الله، اجعلوها تقرأ كلام الله، اجعلوها تتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فهذه أمانات، فلا تخونوا هذه الأمانات وأنتم تعلمون.